أنا بمر بموقف صعب مخليني في شدة القلق والضعف. الضعف اللي عمري ما حسيت بيه أبدا. خير يا فندم إن شاء الله. بنتي الوحيدة وردة بتتفتح للحياة، عمرها 20 سنة ومعيدة في الجامعة. ربنا يحميها يا باشا. أصيبت بمرض في المخ. ربنا يلطف يا باشا. في خلاف في الرأي بين مجموعة من كبار الجراحين العالميين. بعضهم بيؤكد ضرورة إجراء جراحة عاجلة، والبعض الآخر بيؤكد خطورة هذه الجراحة. وأنا محتار، مش عارف أقول لهم إيه. مطلوب مني قرار النهاردة وأنا عاجز مشلول، عايز أتعلق ولو بقشاية. ربنا كبير يا سعادة الباشا. احسب لي نجمها، اكشف عن طليعها عن برجها، تنبأ، اعمل أي حاجة تدلني على الخير فين. ربنا يعمل لي فيه الخير يا فندم. طب يلا اشتغل، تنبأ، نجم. الوقت ضيق ودقيق وحاسم. ما هو في المواقف الدقيقة الحاسمة اللي زي دي يا سعادة الباشا ما بنقدرش نعتمد على التنبؤات. أصل دي مسؤولية خطيرة. يهمني أعرف رأي النجوم والأفلاك. الرأي هنا للطب فقط. قلت لك في خلاف في رأي الطب، امال أنا لجأت لك ليه؟ ما هو أنا ما أقدرش أفتي سيادتك في موضوع زي ده أبدا يا فندم. أنا مش طالب فتوتك، أنا عايز أعرف فتوى النجوم والأفلاك. بصراحة وبكل إخلاص وبصدق أنصح سعادتك ما تعتمدش على كلام النجوم. كذب المنجمون ولو صدفوا يا سعادة الباشا. باين عليك مش متمكن من شغلتك. وفوق كل ذي علم عليم يا فندم. عراف ومش عارف تعرف. أنا قصدي أقول. تقول إيه؟ يعني أنا قصدي أقول. باين عليك دجال. هو ده، أنا عايز أقول كده. غصب عني والله يا فندم، الظروف هي اللي حكمت. ظروف؟ ظروف إيه؟ ظروف صداقتك بصالح فياض هي اللي بتفرض عليك عدم خدمتي؟ لا والله يا فندم، هو أنا طول. بتتهم نفسك بالدجل عشان تحتفظ بولائك لصالح فياض وما تريحونيش؟ لا، الحكاية مش كده خالص. انت اللي ساعدته على اذى بنتي باعمالك الخفيه الشريره. خبر اسود. لا انا دجال يا فندم، صدقني انا دجال. للدرجه دي ولائك لصالح فياض؟ صدقني يا فندم انا بعترف اني دجال ونصاب. اعتراف كاذب بستر اعمال دنيئه شريره وجهتها لبنتي انتقاما مني. يا دي النيله، والله ابدا يا فندم ما حصلش. الحرامي ما بيعترفش على نفسه الا اذا كان بيغطي باعترافه على جريمه اكبر. والله يا فندم انا حرامي، صدقني انا حرامي. نشار، ما هو لو كنت انسان جاهل كنا صدقنا انك مدعي رجال، لكن انت انسان مثقف ومعاك دكتوراه في العلوم الفلسفيه. هو ده من خيبتي برضه. واضح انك شديد التواضع يا صاحب الكرامه. يا محترم انا مش صاحب كرامه. استغفر الله، ده انت اللي بتوزع الامل الحلو على الناس كل يوم الصبح. هو في حد في البلد كلها ما بيقراش حظك هذا اليوم المنور ببصمتك في كل الجرايد؟ كله في الهجايز صدقني. اصدقك واكذب نفسي؟ اذا كنت انا شخصيا ما اقدرش اتحرك من بيتي الصبح قبل ما اطمن على حظي في الجورنال. تبقى غلطان يا دكتور، التحريات بتقول ان كل الناس اللي اتعاملوا معاك بيؤكدوا انك صاحب كرامه وليك وزنك. انا زي اللي لابس بدله حديد، كل ما بيزيد وزنه جواها بتخنقه. يعني انت مصمم انك دجال؟ كل شيء اصبح مزيف، المبادئ، الافكار، الناس، حتى نظريات العلم بيفتتها الشك وبتهدمها البحوث الجديده مع كل يوم. بصراحه انت اجهدت ذهني. الناس في حاجه ليقين، لحقيقه واحده تكون ثابته، ده اللي بيخليهم يؤمنوا بحجاب وتعويذه ودرويش اهبل يضحك عليهم. افهم من كده انك بتجهل المجتمع وتتهمه بالجهل؟ لا، والضعف، الضعف ما بيفرقش بين جاهل ومتعلم. هما اللي بيخلقوا الدجال ويصنعوا بإرادتهم، زي ما صنعوا من الحجر تمثال وعبدوه. ألف مبروك يا فندم،
الحق يعلو ولا يعلى عليه يا فندم. ربنا يخليك لمصر يا فندم. مبروك يا فندم. مبروك يا فندم. مبروك لينا كلنا يا فندم. مبروك يا فندم. أرجوك تبلغ سيادته إن عايز أقابله. قلت لحضرتك النهارده مش ممكن. بس قول له توالي. يا استاذ. تأكد إنه هيزعل جدا لو عرف إن أنا جيت وما قابلتوش. يا فندم دي تعليمات سعادته. قول له توالي. أنصحك ما تأذيش نفسك. يا فندم انا فاهم شغلي كويس. طب قول له توالي. وبعدين معاك انا مش فضيلك. ولا أنا. خش قول له توالي. يا استاذ ما تزعقش. قلت لك قول له توالي. 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 أنا توالي. توالي ايه؟ تنيح. نعم. توالي تنيح. من طرف. وكمان جاي من طرف. طرف طاهر. طرف شريف. طرف مقدس. طرف مين؟ الطازي بتاع البركات. صاحب النبوات الصادقة المفترى عليه من رجل العهد البائد جاسر صهوان. الله لا يرجع ايامه. فك الحديد يا امين. حاضر يا باشا. انا قلت الدكتور الطعزي ما تحطش في ايديه الاساور ابدا. حاضر سعاده الباشا. اتفضل يا دكتور. وايه الحكايه؟ احنا اسفين جدا جدا يا صاحب الكرامه. تاني؟ ما انا اعترفت لكم ومضيت لكم اني دجال. حكموني واسجنوني وريحوني بقى. اعوذ بالله، نسجنك ازاي؟ ده انت بركه. يا فندم انا دجال. استغفر الله. خلاص بقى يا صاحب الكرامه، حقك عليه، وارجوك تبلغ اسفنا الشديد لصالح باشا. مش هتقدر تغمض عينيك.